تعرف أن الموت ثاني أفضل نعمة عليك بعد الإسلام؟ لا تحكم علي ولا تظلمني، تابع المقطع وراح تقتنع بإذن الله بالأدلة زي ما أنتم متعودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لو قلنا أن في شخص داخل قاعة الاختبار هل هو مرتاح؟ أو الراحة الأفضل له أنه يخلص اختباره ويطلع؟ ثاني نقطة، كونك تطلع من رحمة وتتوجه ل99 رحمة، هذه من حسنات الموت. ثالث نقطة، المسافر في الدنيا كمن يستظل تحت شجرة، فلو أنت مسافر وجلست تحت شجرة تبرد وتريح، تبغى تطول تقعد دايم تحت الشجرة والظل دي ولا تبغى تكمل سفرك؟ النقطة اللي بعدها أن الدنيا دار ابتلاء وهموم وغموم وتنتهي كلها بالموت. بعد ما تموت أنت انتقلت لحياة سعيدة بإذن الله. النقطة اللي بعدها، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والله إني أحب لقاء الله وإن شاء الله أنك مثلي، وكل أمل ويقين وثقة في الله سبحانه وتعالى وفي رحمته أنه بيحب لقائي. النقطة اللي بعدها، أن حزني على فقد الأحباب في الدنيا ما هم مستمر، فبعد الموت تجتمع أنت وأحبابك إلى ما لا نهاية، ما في وقت محدود، أنت وياهم وفي ظل ظروف ولا أروع، ونعيم ولا أفضل منه لدرجة خيالك ما يوصل له. النقطة اللي بعدها، أن بعض الناس يهرب من همومه بالنوم علشان يعدي الوقت وينسى همومه، أو يهرب من همومه بالمخدرات ويغيب عقله الله لا يبلانا، فبعد الموت تفقد همومك كلها وتنتهي، والوقت لا وجود للوقت، ما يحسون بالوقت. الحاجة اللي بعدها، جسدك البالي المهتري تتخلص منه، فجسدك الحقيقي عند الله جل جلاله جسد لا يقارن بهذا الجسد، يستطيع أن يقاوم أشياء ما تتخيلها، ومن ضمنها نور الله جل جلاله، فكيف ينظر لك في الجنة وبهذا الجسد بتحترق؟ جسدك يتغير، ترجع إلى جسدك الحقيقي، الجسد المتكامل بشكل كبير جدا. من فوائد الموت أنك أنت وأنت على قيد الحياة شايل هم أولادك أو الأشخاص اللي أنت مسؤول عنهم، ولكن إذا مت مسؤوليتهم تنتقل لله كاملة جل جلاله، فهل أنت الأفضل في المسؤولية من الله؟ وهل أنت أحرص على أنك تكون حريص عليهم من الله جل جلاله؟ أغلب الناس يحزن يقول ما تركت لأولادي فلوس، ما تركت لهم بيت، ما تركت. يا أخي الغالي، يا حبيبي الله يرضى عليك، أنت تركت لهم اللي خلقك وخلقهم. لا تحسسني أنك أنت أفضل حرصا وقوة ومعرفة ومحبة من الله جل جلاله في اهتمامه بأطفالك أو الناس اللي أنت مسؤول عنهم بعد وفاتك. الله جل جلاله يتولاهم برعايته العظيمة. اسمع من أخوك والله العظيم، إذا كنت فعلا تخاف من الموت هذه عندك إشكالية في دينك، عندك إشكالية في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وأفضل مثال مر علينا كورونا، أنا شفت ناس يخافون من الموت لدرجة مرعبة. عندك أشياء تضمرها في داخلك تخاف أنه يطلع عليها، وليش ما تقرن مع نقصك الآدمي واللي الله قاله لنا أنه لولا أنكم تذنبون النبي يشيلنا ويجيب غيرنا يذنبون. الذنوب حاصلة ما إحنا كاملين، ولكن ليش أملك في الله ينقص ويقينك في الله يقل؟ وين راح يقينك في رحمة الله وعطفه وكرمه جل جلاله؟ خير دليل على الشيء هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه يا رسول الله ندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة الله؟ قال بل برحمة الله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. أنت متخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعماله والحسنات اللي كسبها من وراء مليارات المسلمين اللي أسلموا بسببه يقول ما تدخلني الجنة؟ فلا تعتمد اعتماد كامل على عملك في دخولك للجنة، وهذا غرور. ولو وزن عملك كله ما يسوى نعمة النظر. أحب لقاء الله وخلي أملك في الله كبير. لو أنك داخل عند مسؤول أو ذا جاه وسلطان أو ذا مال وطلبته وقال أبشر، ما يجيك الشك من وراءك ولا من دونك إنه والله ما بيعطيني، يضحك علي، هذا ما مدري إيش يبغى يسكتني. يا رجل، الله جل جلاله أعلى وأسمى وأرقى من مخلوقاته كلهم، لا يجي في الله شك سوف يعذبني ولا بيدخلني النار ولا ذي. أنت عليك أشياء أساسية بقولها لك من بعدها إذا طبقتها صح المفترض أنك ما تخاف من الموت، وهي سبب رئيسي في السعادة بعد الموت. أولا وحد الله سبحانه وتعالى، لا تشرك معه شيء. وهنا لا تشرك معه شيء ما هو بس في العبادة، لا تشرك مع الله المدير وتخاف أنه يفصلك،
لا تشرك مع الله الوظيفة وتخاف أنك بتموت من الجوع. لا تشرك مع الله كبير أو صغير أو ضخم أنه يضرك. هنا متى ما خفت من أي مخلوق من مخلوقات الله، هنا يبدأ يتغلغل في قلبك الشرك الأصغر. لا تشرك مع الله لا في خوف ولا في حب ولا في مودة. الشيء الثاني، رجع حقوق الناس. لا تنتهك أعراض الناس وحقوقها، سواء بقول أو بفعل أو أموال تأخذها لهم. المصيبة تدري إيش؟ المصيبة من بعض الناس يقول الله هذا ميت والله عليه دين، الله يرحمه لازم نسدد دينه، والله ما يرتاح في قبره لين يسددون دينه. حاولوا تسددون دينه يا أخوانا يا أهله. أسألك بالله العظيم، لو أنت جيت يوم القيامة وفيه شخص انتهك عرضك وفيه شخص أخذ مالك مثلا 100,000، أول ما تتذكر عند الله سبحانه وتعالى بتقول يا ربي أعطيني فلوسي ولا يا ربي انتقم لي انتهك عرضي؟ أعراض الناس أقوى وأهم أن تخاف منها. والعرض برضه ينطبق على لسانك، لا تقذفهم في أعراضهم، لا بغيبة ولا نميمة ولا غيره ولا تشويه سمعة. ومن الحرص على حقوق الناس حقوقهم الداخلية في قلبك، لا تغمر لهم الكيد والخبث والكره. خلك طيب مسالم، خل قلبك أبيض ناصع البياض، يشهد لك أمام الله ولا يدخلون الجنة إلا الناس اللي قلوبهم سليمة صحيحة نقية. الحاجة الأخيرة، تجنب الكبائر. متى ما تجنبت الكبائر رحمة الله بإذن الله ستسعني وتسعك وتسع جميع مخلوقاته. رحمة الله اللي وسعت امرأة بغي زانية لمجرد أنها أسقت كلب، رحمة الله أوسع من عقلي وتفكيري وعقلك. لا تكره الموت ولا تكره لقاء الله. الموت من النعم، والأساس في الشيء ذا إن الله خلقنا. أنت تعلم إن الله خلقنا قبل المرة هذه وقال لنا بختبركم وانتبهوا. حبيبي الغالي، لا تتعامل مع الله بهذا التعامل السخيف، إنك تخاف من الموت وتخاف من لقائه. إحنا غالبا إذا صار قضية مثلا واحد سرق ولا شيء، غالبا ضابط الشرطة كيف يعرف المجرم؟ غالبا اللي مرتبك وخايف ويقول هذا فيه بلاء. لا تخلي في نفسك بلاء من الله سبحانه وتعالى ومن لقائه. عدل وضعك، عدل وضعك وخلك من أفضل الناس ثقة في رحمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أحسن ظنك في الله يا رجل. الحاجة الأخيرة، تجنب الكبائر. الكبائر هي المهلكات. الزلل الصغير تستغفر الله وتتوب منه، وبإذن الله الغفور اللي سمى نفسه غفور رحمن رحيم يغفرها لك. وسبحان اللي علمنا بكورونا إن فيه ناس مهما تجبروا ومهما ادعوا القوة والكبرياء والشيء والله والإيمان، بعضهم ما يترك المسجد، ما يترك الصف الأول، وسبحان الله يا خايف من الموت خوف شيء غير طبيعي. ليش تخاف من الموت؟ عجائب. الشيء المهم، لا تنسى هذا السؤال إذا سألك الله عن علمك اليوم، أنت أخذت هذه المعلومة وزكاة العلم نشره. انشر المقطع هذا وارفع المقطع عشان يشوفه غيرك. اللايك والاشتراك والشير، الأشياء هذه كلها انشر على الواتساب على جميع المواقع. انشر العلم لعل الله يجعلك سبب في تغيير أفكار ناس كثير غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. في كل يوم ما أحسنت فيك الظن وكنت خايف من لقائك.